بصراحة وبمنتهى الموضوعية أنا بشوف مهازل في تريتمنت الخط العربي وخصوصا في مشاريع البراندنج. الموضوع مش ديزاين شكله حلو وخلاص، الحرف العربي ليه تشريح وليه نظام. فقبل ما تعمل لوجو أو تبني هوية مبنية على استخدام التايبو العربي لازم تبقى فاهم 3 حاجات أساسية. أولا readability أو سهولة القراءة، لازم تشوف الحرف أو الكلمة نفسها مقروءة ولا لأ. مش معنى ان هو ارتستيك ان هو يكون مفهوم او مقروء، يعني لو العين اتلخبطت في قراءة او فهم اللي مكتوب يبقى البراند راح في داهية. تاني حاجة هي الفورم او بناء الحرف، كل حرف له وزن وله تشريح، فانت لو كسرت القواعد دي الحرف او الكلمة بتقع حتى لو العين شايفة ان شكله حلو. تالت حاجة الكومبوزيشن أو التكوين، يعني الحروف مع بعض عاملة إيه؟ في ريذم، في توازن، ولا كل حرف رايح في دايركشن وحاطين تشكيل لمجرد الديكوريشن من غير ما يكون ليه أساس علمي حقيقي. أرجوكم يا جماعة بلاش نشتغل تايبو عربي قبل ما نفهم الحرف نفسه. لو تعرف حد بيعتمد على التايبو العربي في مشاريع البراندنج وشايف إن عنده أخطاء ابعت له الفيديو ده.